شو مستني من حكومة؟ بيقول وزير الشؤون الاجتماعية تبعها: الشعور بالوحدة أصبحت مشكلة صحية خطيرة بالسويد. شو مستني من حكومة بتصدر تقرير بتقول 230 بلدية سويدية راح تعاني من الشيخوخة بسبب تراجع الهجرة والمواليد الجدد. وشو مستني من وزير العمل السويدي لما بده يفرض التزامات صارمة على العاطلين عن العمل وزيارات منزلية للتحقق من العاطلين عن العمل، وراح يجبرهم بالقيام بأعمال خدمات اجتماعية. يعني تصور يا رعاك الله، دكتور ومهندس وأستاذ راح يشتغل بالشارع، والسبب مشكلة الحكومة السويدية نفسها يلي ما عم بتلاقي أشغال أو ما عم بتوفر فرص عمل، والوضع الاقتصادي بالسويد والبطالة العالية رموه على المهاجرين. شو بتتوقع أو شو مستني من حكومة بتسمح بتظاهرة لليمين المتطرف النازي بوسط العاصمة ستوكهولم بيرفعوا شعارات السويد للسويديين؟ وشو مستني من حكومة فيها فضيحة في أماكن عمل مدراء عم بيراقبوا موظفين حتى داخل الحمامات؟ يعني بدك تشوف طوله ولا عرضه ولا قياس كلسونه مثلا بالحمام يا رعاك الله. شو مستني من رئيس وزراء السويد يلي بيقول لن نسمح لأي فتاة أن تتحمل إجراءات بربرية من عائلتها باسم الشرف؟ ركز لي على اسم الشرف، وترك الوضع الاقتصادي المنهار، وترك العاطلين عن العمل، وترك البطالة، وترك الغلاء المعيشي، وترك المشردين، وترك مشاكل السويد الداخلية، وركز لي على مسألة الشرف، طبعا قصده المهاجرين. وشو مستني من وضع بلد في الحضانات؟ هناك شكاوى من أولياء أمور لهيئة الرقابة السويدية بقيام بعض رياض الأطفال بتنظيم فعاليات مرتبطة بمجتمع الميم للأطفال المثلية يا رعاك الله. تصور طفل عمره 2 و3 عم بيعلموه هذا هيك وهذا هيك، وبيجيك بس واحد شريف فيهم بالسويد وهو ستيفان لوفين رئيس الوزراء السابق وبيقول: الهجرة ليست مشكلة للسويد، المهاجرون أسهموا بشكل فعال في المجتمع السويدي وبنائه ونحتاج لهم. كلهم ضد هذا الكلام، طلع بس واحد نظيف وفهمان وعاقل وقال هذا الكلام. بعدك مستني الانتخابات 2026، الخيار إلك بإيدك أنت، تسقط هاي الحكومة وتجيب حكومة تاني على القليلة، إذا مش أنظف بكتير شوي. انشر وشارك ولا تضلك قاعد ببيتك. تابعونا الصفحة.